اوباما دي كارثه. لكن انا عايز اقول حاجه، دايما الحكام عندنا عشان المظلوميه ومش المظلوميه اللي بنتكلم فيها، الحكام عندنا دايما بيفتكروا القانون عند الزمالك. صح، ما بيفتكروش القانون مع الانديه الثانيه خالص. يعني تطبيق القانون بيبقى عند الزمالك. ماتش بيراميدز لما اتعادت الكوره برضه، ما انا بقول لحضرتك اشرف بالشرقي يعني حارس المرمى يصدها يروح يفتكر القانون. لكن ما بيفتكرش القانون عند اي نادي ثاني. هو عند الزمالك وماتش الزمالك اما ابو جبل صد الضربه الجزاء بتاعت بتاعت علي معلول، محمد شريف راح حطها فتعادت بقى. ما انا بقول لحضرتك لازم بالرغم انه كانت المفروض دي كارثه اصلا. لكن اتكتب طبعا في التقرير حاجه ثاني خالص غير اللي حصل. فعلا؟ طبعا انت عندك معلومات. طبعا اتكتب في التقرير حاجه ثاني غير اللي حصل. لان اصلا لا اللي عاجبني قوي تتحسب لو الحقيقه كانت هتتحسب ضربه حره للزمالك. بقول لك ايه اللي عاجبني اللي يقول لك ايه ده، يقول لك ايه الزمالك تحسبه 16 ضربه جزاء، فنقول لهم يا جماعه بس 16 ولا 20 ممكن تكون صحيحه ولا مش صحيحه. فبقى ما اتحسبت بقى بتاعت ماتش الاسماعيلي دي اللي هو احمد عادل منهم نازل بيعمل كده. بص احمد عادل بيعمل كده، فراح هو حط رجله ورجله الشمال خبطت في رجله الثابته بتاعت احمد عادل منهم، يعني مش احمد عادل مثلا شنكله مثلا، ده بيعمل كده. فانا اللي محدش جاب سيره بقى. اللي مندهش منه يا كابتن خالد الاعلام بتاعت اوباما دي. انا مندهش من الاعلام. ما فيش حد يتكلم. يعني ده بتتكلم، حتى اللي عايز يتكلم بيتكلم باستحياء. انياباتو بضغوط. يعني عارف انياباتو ضغوط يعني ايه؟ مفيش بالفرنسيه يعني انياباتو ضغوط، يعني مفيش ضغوط ساعتها.